التفكير للتطوير والبنية الأساسية والتفكير للاستثمار. جريمة قتل رجل الأعمال الحضرمي الأصل السعودي الجنسية أحمد سعيد العمودي تهز حي الروضة أو ما يعرف بحي الأثرياء الواقع شمال غربي مدينة جدة السعودية صدمة أيقظت تساؤلات وشكوك عدة لغموض ظروف وملابسات الواقعة. 11 مليون دولار سرقها الجناة من منزل سعيد العمودي بعد أن أتلفوا كاميرات المراقبة كانت تحيط بالمنزل، ما قد يفسر الحادثة بدافع السرقة، لكنها ترسل إشارة غامضة بشأن حفظ كل هذه الأموال في منزل بدل البنوك أو محلات الصرافة. أصابع الاتهام في الجريمة تشير في أول وهلة إلى أشخاص من ضمن الدائرة الضيقة للرجل والتي تعلم أدق التفاصيل عن حياته، أو هكذا يرى كثيرون. جهات التحقيق كشفت أن زوجة العمودي الثانية وهي من جنسية عربية سافرت إلى بلدها الأم قبل 10 أيام تاركة إياه بمفرده في المنزل ليبلغ سائقه السلطات الأمنية بمقتله لاحقا. العمودي وجد داخل كيس مقيد اليدين وعليه آثار خنق حول الرقبة بعد أيام على الجريمة حسب التحقيقات. ونقلت صحف محلية أن المشتبه به الأول في الواقعة يمني الجنسية، وقد ضبطته السلطات السعودية بعد ساعات من اكتشاف الجثة.